كان يا ما كان في قديم الزمان جوج مملكات كبار كيكونوا عديان وكيكرهوا بعضياتهم كره شديد. هاد المملكات الاولى فيها الانس والمملكه الثانيه فيها الجن. والفيلم ديالنا كيبدا مع مملكة الجن اللي كنشوفوا فيها هاد البنوته الغزالة. شيئا ما كنلاحظوا ان شكلها غريب عادي حيت ماشي بشر، انما هادي جنية وسميتها ماليفيسنت. وهنا كنشوفوها مصبحة على سكان المملكة بكل طاقة إيجابية، حتى كتوصل عند هاد الجوج جنيات وكيقولوا لها باللي دخل شي شفار بشري للمملكة، وكتخلع وكتمشي طايرة تشوف شكون. فاش كتوصل لفين كاين كتلقاه مخبي وخايف، خايف انه يخرج حيت هاد الجوج جنون اللي هما الحراس ديال المملكه خلعوه. وقنعاتو ماليفيسنت باش يخرج وكتبقى تهضر معاه وكيقول لها باللي هاد الرهوط اللي حداك كيخلعوا. كتقول ليه ارا خويا داكشي اللي شفرتي ليا وخلي عليك جوادي راهو مبعاد عليك، وكيمد ليها الجوهره اللي شفر وكتعرفو براسها وهو كذلك يعرفها براسو. وكيكون سميتو ستيفن وكيقول لها باللي راه يتيم وكيكون خصو يمشي وكيبغي يسلم عليها. مع كيحط يدو في يدها مع ماليفيسنت كيستحاضو وكتهرب يديها. واه يا ناري خويي باغي تقتلني، تا لابس النحاس تراني ممنوع عليا نقيس النحاس كيحرقني. وهنا سي ستيفن كيدير هاد الجست البطولي وكيقلع الخاتم من يدو. وهانت خويتي باقي ما تزادش على وجه الارض اللي يضرك، هانا رميتو كاع دال بلا والباس خويتي. وكيطوشوا البعيد والجنيه ديالنا كيعجبها الحال تقريبا نقولوا تزعطت فيه. ايوا سيادي كدوز ليا من موراها ستيف كيبقى تقريبا كل فتره كيجي يشوف ماليفيسنت وكيلعبوا ويضحكوا حتى كيوليو مولفين على بعضياتهم. وفاش كيوصلوا ل 16 عام كيعترفوا لبعضهم بحبهم. زعما راه كبروا. ما علينا كدوز العوام ماليفيسنت كتولي شابه زينة الجنيات، كتكون شمنك يا زين وش منك يا قوة خارقة يا ما نقول ليكمش. ولكن الغالب الله كأي فتاة ما حتى كطيح في شي بركاب عادة باش كيولي يلقى ليها الأعذار، ألا واه خدام ألا واه مشغول. ايوا كتكون كتعاني من هذا الجانب وديما كتسنى ستيفن يطلع عليها. ايوا نمشيو دابا لمملكه البشر اللي كنشوفوهم نايطه فيهم العافيه حيت ساقوا الخبار على القوه الخارقه ديال ماليفيسنت، وبالسم والحسد اللي عطاهم الله في قلبهم قرروا يدمروا ماليفيسنت. وكتهبط عندهم ماليفيسنت وكتحذر ملك مملكة البشر باش بلا ما يغروا الشيطان ويدخل خطوة وحدة لمملكتها حيت غتوريه خزو محلاه. ولكن هو ما كيحشمش وكيبدا يفرنس وكيشدوا ليه الجنود ديالو الميزان بالضحك. كل شيء كيضحك كل شيء. ايوا ماليفيسنت كتسعر وكتعيط على الجنود ديالها حتى هي وكيبقاو يدابزوا حتى كيربحوا جنون البشر كيمرمدوهم. وهنا كنشوفوا ملك مملكة البشر جابها في عظيماته اللي ما بقى فيهم حتى عظم صحيح، وخا هكاك اللي فيه مهنه دار اجتماع مع الوزراء وقال لهم سمعوا هادوك الملهوفين راني عارفكم كتسناوني غير امتى نودع باش واحد فيكم ياخد العرش بلاصتي. ايوا انا هنجيكم من التالي اللي غياخد العرش من مرايا هو اللي غيقدر يقتل ماليفيسنت، ونزيدكم غنزيدو بنتي يتزوج بيها. ايوا يا سيادي كنشوفو هنا من ضمن هاد الرجال اللي هنا كيكون ستيفن. ايوا كيبان لينا كيحول في داك العوينات يا الغدر بدا. من بعد كيمشي عند ماليفيسنت من بعد ما غاب عليها سنين ومنين طويله، كيدخلها بديك الكذبه ديال اداتني الوقت والزمان والخدمه وانا دابا جيت غير حيت خايف عليك حيت عرفت باللي الملك باغي يقتلك. وطبعا المراه مهما بلغت قوتها وذكائها الا انها في هاد المواقف كتولي كمبويه. ايوا وكتيقوا وكيجلسوا بزوج وكيعطيها تشرب الماء اللي كيكون حاط فيه سيرود النعاس وكتشربو كتسخف. من بعد كيحاول باش يصفيها ليها
ولكن ما كيطاوعوش خاطرو، وكطيح عليه فكره وكينصر ليها جناوحها من الجدر وكيخليها تما مزوطه، وكيرجع عند الملك ديالهم وكيقول ليه باللي هانتا شوف راني صفيتها الماليفيسنت وهنيتك منها بصفه نهائيه. وهنا الملك كيقول ليه مبروك عليك، انت هو اللي غتاخد العرش من بعدي وانت اللي غتزوج بنتي. من بعد كنشوفوا ماليفيسنت فاقت وشدها الدوخه وكتحس بلا حريق، كدير يديها في ظهرها كتلقى جناحها منطورين، ما عرفات واش تبكي ولا اش دير. تخلطوا عليها المشاعر، حاولت توقف غير بزز حيت اول مره تمشى بلا جناحها، ما قدرتش تمشى مزيان، وهي تهز هاد الغصن دارت عليه تعويضه ورداتو عكاز تعكز عليه. وهي غاديه كيبان ليها هاد الغراب كان هاد السيد بغي يصيدو وعتقاتو، وهي تحولو لولد عالم الزيناتو، وهو يبقى يشكر فيها ما قداتو فرحه وقال لها انا لا حسبيني خدامك غنخدمك حياتك كلها باش نرد لك الجميل ديالك اللي درتي معايا. ايوا اول حاجه كدير هي انها كتسخروا لمملكه البشر، يجيب ليها الخبر على ستيفن، وداك الشيء اللي كيدير كيتحول على شكل غراب وكيطير لمملكه البشر وكيلقاهم محتفلين بسي ستيفن هكا وهكا اللي ولا هو الملك ديالهم. وكيرجع الغراب عند ماليفيسنت كيعطيها هاد الخبر، وعاد كتفهم علاش غدر بيها ستيفن وكتكمد على قلبها. ومن بعد مرور بزاف ديال الوقت كيكون ستيفن تزوج وولد بنيته وكيدير ليها حفله كبيره زعما اسبوع، كيعرض على كاع الناس وكيعرض على 3 من الجنيات من مملكه الجن، والغراب هو اللي كيجيب الخبر ماليفيسنت. ونهار الحفله كيجي كل شيء حتى الجنيات ب3 كيجيو. كيبدا الاحتفال عادي، شويه كتوصل اللحظه اللي غيمشيو الجنيات حدا راس البنيته باش يتمنوا ليها امنيات، وكتجي الجنيه الاولى كتمنى لها انها تكون ديما زوينه، وكتجي الجنيه الثانيه كتمنى لها انها تعيش ديما في امان. يلا كتبغي تمنى الجنيه الثالثه امنيتها، وكينوض واحد الاعصار وكتخرج لهم ماليفيسنت هاني جيت كي جيتكم. ايوا كلشي كيتخلع وكتوصل حدا ستيفن وكتنز عليه حشومه عليك يا خويا، عرضتي على كلشي الا عليا انا ياك الغضيضير، عيب وعار عليك. وكيخنزر فيها ستيفن وكيقول لها اش كديري هنا، انا ما باغيكش تحضري. وهي تقول ليه جيت نتمنى امنيه لبنتك. وكتمشي عند راس البنيته وكتمنى لها باش تعيش في امان وسلام حتى تبلغ وتولي عندها 16 عام، وديك الساعه يتكتب عليها انها تجرح صبعها بواحد الابره كبيره، ومن تما غتدخل في غيبوبه عمرها كامل. وكيغوت ستيفن كيقول لها لا حشومه عليك اش درتي، عافاك ما تديريش في بنتي هاد الحاله. هما اللي فيسنت كيعجبها الحال وكتقول ليه عافاك زيد رغبني نشوف. وكيركع عليها ستيفن وهنا كتقول ليه صافي نوض قطعتي لي قلبي. عندي لها واحد الاستثناء انها تكون عندها امكانيه تفيق بشرط انها تلقى شي حد يكون كيبغيها ديال بصح من قلبه ويعطيها قبله، هنا عاد تقدر تفيق. وكيقول لها ستيفن الله ياخذ فيك الحق يا الجنيه، سير الله يلقيها لك. وكيتحسف فيها وكتمشي بحالها، كتطرق عليها المملكه ديالها مزيان باش ما يقدر حتى حد يتهجم عليها. وستيفن كيطلب من هاد الجنيات ب3 انهم يهزوا بنته ويديوها معاهم ويتكفلوا بها ويقابلوها حتى تولي عندها 16 عام. وكيدخل في واحد الدوامه كيبقى غير يفكر كيفاش يتهنى من ماليفيسنت. من بعدها جنيات ب3 كيهزوا اورورا وكيمشيو بها لهاد الدار وكيحطوها وهما مدورينها وكيحولوا صفتهم البشر وكيكونوا عيالات كبارات في السن وكيتفقوا بيناتهم باش عمرهم ما يستخدموا السحر وانهم يوليو مسؤولات على اورورا. ايوا يا سيادي كيدخلوا للدار وكينساو اورورا برا، وكيجي عندها الغراب كيبقى غير يشوف حتى كيتفكروا الجنيات باللي نساوها برا وكيجريو يجيبوها لداخل.
وكنشوفوا بلي ماليفيسنت مره كتجي تطلع عليها كتخلعها، ولكن اورورا كتبقى تضحك. من بعد كنشوفوا اورورا كتغوت ميته مسكينه بالجوع، والجنيات كيجيبوا ليها خيزو والخضره، والغراب كيتفقس مع خاطرو كيقول ماليفيسنت عيب هادشي، هاد البنيته مسكينه لا بقات مع هاد المفافيات راه غتموت. وهنا الغراب كيخلي حتى كينعسوا جنيات، وكيجيب واحد الورده عامره بالماء اورورا كيعطيها ليها، وكيبقى يحرك بها الناموسيه باش تنعس. والصباح كيفيقوا الجنيات وكيبقاو يلعبوا وما على بالهمش باورورا. وماليفيسنت كتخليش تتصب عليهم في الدار وكتسبب لهم فوضى، وكتقول للغراب باللي هي مستمتعه بهاد الفعايل اللي كدير، والغراب ما كيعجبوش الحال. وفي السرد الحدود اللي دارتو ماليفيسنت كنشوفوا بلي ستيفن صيفط الجيش ديالو باش يشعلوا العافيه في مملكه ماليفيسنت، ولكن بدون فائده. السور بقى كيهاجم فيهم وصيفطهم خسرانين. فاش وصلوا عند ستيفن جهل عليهم بالغوات وصرفق واحد فيهم وبقى كيغوت على حرجادو ومصر على انه ما غيرتاح حتى يصفيها الماليفيسنت. واورورا كتعيش مسكينه طفولتها محنه مع هاد الهبل اللي ما حاضينهاش وما مهتميش بيها، ما على بالهمش، عالمهم بوحدهم. ولكن هي كتكون ديما تحت رقابه ماليفيسنت، ديما كتحن فيها وتحميها من الكوارث اللي كيكونوا غيوقعوا ليها حتى كبرات. وهنا كنشوفوها غاديه كتكتشف حتى وصلت لحدود مملكه ماليفيسنت، وكانوا يقتلوها الجنود ضباها اعتقادا منهم انها ماليفيسنت، ولكن كتدخل ماليفيسنت وكتعتقها منهم. وهنا اورورا كتقشع ماليفيسنت وكتخاف ماليفيسنت، كتحاول تخبى، ولكن اورورا كتطمئنها وكتسولها ماليفيسنت شنو كتعرفي عليا، وكتقول لها اورورا باللي انتي هي ماما الجنيه اللي مهليه فيا طفولتي كلها، وانا كنحس بك معايا. وكتاثر ماليفيسنت، وهنا كتحاول اورورا تقرب منها، ولكن ماليفيسنت كتنعسها بهاد التعويضه وكتردها لفراشها. وكتكون ماليفيسنت ربات الكبده على اورورا وولات كتحسبها بنتها. وواحد الليله مشات عندها لفراشها وحاولت تبطل ديك اللعنه اللي دارت ليها زمان، ولكن والو ما بغاش تبطل. ودارت محاوله باش تهضر معها وتعاود ليها الحقيقه، ولكن اورورا قطعتها وقالت لها باللي هي بغات تجي تسكن معاها في مملكتها. وكتضطر ماليفيسنت تبدل الموضوع، وكنشوفوا باللي الملك قرب يحماق وكيدير اللي يدار واللي ما يدارش باش يصفيها الماليفيسنت. وهنا في الغابة أورورا كتلاقى بواحد الأمير كيكون تالف على طريقه، وهي كتنعت ليه منين يدوز، وكتكون مراقبهم ماليفيسنت. والغراب كيقول لها شوفي عرفتي هاد البوغوس باينه فيه هو اللي غينقذ أورورا من اللعنة. وكتقول ليه عافاك سكت عليا، راه ما كايناش شي حاجه سميتها حب حقيقي، هادشي علاش انا لعنتها بديك اللعنه. وكيتعصب الغراب. من بعد اورورا كتمشي عند الجنيات اللي كيكونوا كيدابزوا بحال العاده، وكتدخل عندهم وكتقول لهم باللي بغات تمشي تعيش مع ماليفيسنت، وكيصدموها بالحقيقه وكيعاودوا ليها القصه شنو دارت ليها ماليفيسنت في صغرها. وكتمشي عند باها تعرف عليه في القصر، وكتقول ليه باللي هي بنته وكتعنقو، ولكن هو كيكون قاسي عليها وكيطلب من الحراس يسدوا عليها في شي غرفه. ومن بعد كتلقى اورورا البرا وكتك صبعها بيه وكتدخل في غيبوبه، وكتسق ماليفيسنت الخبار وكتمشي كتنعس الامير وكتهزو وتديه للقصر. كيدخلوه الجنيات وكيعطي قبله الاورورا، ولكن والو ما كتفيقش. وهنا كتدخل عندها ماليفيسنت كتبكي وكتقول لها سمحي لي على هادشي اللي تسببت لك فيه بدون قصد، وكتبوسها في راسها. وكتفيق اورورا، وكنعرفوا باللي ماليفيسنت بغات اورورا من قلبها، وكتقول لها اورورا اديني معاك. وكتوافق ماليفيسنت، ولكن كيهجم عليها الملك وكيلوح عليها هاد الشبكه الحديد حيت كان عارف باللي الحديد كيأثر على قوتها. كتحول الغراب لتنين وكيبقاو يتحداو بعضياتهم، وكتعاونها اورورا وكترد ليها جناحها وكطير، ولكن الملك كيعلق ليها هاد السلسله في رجليها وكيبقى شاد فيها. كيوصلوا للسطح كتهرس السلسله بكل ما كتملك من قوه وكتحاول تقتل الملك، ولكن على وجه اورورا كتخليه سير اخويا سير اللي فيك مكفيك، معاك كتبغي تزيد خلفه معاك يحاول يقتلها. وهانتوما على الصقع يخاف ما يحشم، ايوا كيتجابحوا عاود حتى كيطيحوا في الحافه، كترميه هو وكيموت، وكتمشي هي بحالها بسلام. ومن بعد ما استقر الوضع كنشوفوا بلي ماليفيسنت قررت ترد اورورا هي ملكة مملكة الجن، وكتلبسها التاج، وكيكون حتى الامير حاضر معاها وكل شي فرحان ليها، وحتى هي كتكون طايرة بالفرحة. وكتكون هذه هي نهاية الجزء الأول من ماليفيسنت. إلا بغيتوا بقية الأجزاء كتبوها لي في التعاليق،
وعافاكم ما تبخلوش عليا بلايك وتعاليقكم المحفزة ومتابعة لكنتو جداد في القناة باش يوصلكم كل جديد ملخصات الأفلام. في أمان الله.